أهلا بيكم في قناة جولدن إيرا موفيز. فيلم الليلة هو فيلم ذا إيلوجينست أو الساحر. الفيلم ده إنتاج سنة 2006 وبطولة إدوارد نورتون وجيسيكا بيل وبول جياماتي. بتدور أحداث الفيلم في القرن ال19 في النمسا، وبتبتدي أحداث الفيلم على الساحر أيزنهايم وهو بيقدم عرض غامض على المسرح بتاعه. والعرض عبارة عن إنه بيستدعي روح سيدة وبيبتدي يتكلم معاها. طبعا الكلام ده قدام الجمهور، والواضح جدا ان ليه معجبين ومهووسين بيه في وجود عدد كبير من افراد الشرطه اللي بيتدخلوا وبيقبضوا عليه. وبتيجي الصوره على قائد الشرطه المفتش اول اللي بيروح لقصر ولي عهد النمسا الامير ليوبولد وبيقول له اننا قبضنا على ايزنهايم. قال له كويس، وعرفتوا بيعمل الخدعه بتاعته ازاي؟ قال له لا، مش راضي يقول لنا حاجه. رد عليه البرنس وقال له انت اكيد عندك اساليبك تخليه ينطق. قال له احنا تقريبا عارفين عنه حاجات كتير، من اول طفولته انه هو كان بيساعد ابوه النجار لغايه لما اتعرف على ساحر متجول بالصدفه وابتدى يتعلم اساليب السحر وخفه اليد، لغايه ما في مره قابل بنوته في الطريق، والبنوته دي تبقى الدوقه فون تيشن او صوفي، وعجبتها الحيله اللي بيعملها او هو نفسه عجبها. وبتيجي الصورة عليهم هما الاتنين في كوخ بيفرجها على الخدع اللي بيعملها وهي طايرة من الفرحة. لكن فجأة بيدخل عليهم الخدم والحرس بتوعها ياخدوها ويقولوا لها إن الولد ده من العامة وما ينفعش تختلطي بيه أصلا، وأخدوها القصر اللي عايشة فيه ومنعوها من إنها تشوفه تاني، لكنهم برضه فضلوا يشوفوا بعض من وراهم. وبتمر الأيام وهم كبروا شوية وبقوا بيحبوا بعض، ووعدها إنه في يوم من الأيام هياخدها ويختفوا تماما عن الناس ويعيشوا سوا. وكان ايزنهايم بيحضر لها هدية عبارة عن قلادة سحرية بتتقفل وتتفتح على شكل قلب وكان جواها صورته. وفي مرة هربت من القصر وراحت له وطلبت منه انه يخفيها من قدام الناس عشان الحرس بتوعها واهلها بيدوروا عليها، لكن طبعا اهلها قفشوهم واخدوها منه وهددوه ان المرة الجاية هنحبسك انت واهلك. وهنا قرر ايزنهايم انه يسافر بعيد ويتعلم كتير من فنون السحر، وغاب 15 سنة لغاية ما رجع فيينا تاني وعمل أول شو ليه على المسرح باسم ايزنهايم. وكانت الخدعة حلوة جدا وكان اسمها شجرة البرتقال. ومن ضمن الناس اللي كانوا بيتفرجوا على الشو ده كان مفتش الشرطة مستر أول في فيينا اللي هو أصلا بيحب السحر والخدع. وبتيجي الصورة على ايزنهايم وهو رايح يقابل مدير أعماله في كافيه وبيقرأ له مقالة مكتوبة عنه إن العرض بتاعه رائع، وبيقول له إحنا هنكسب فلوس كتير قوي من الشو ده قريب، وخصوصا بعد المقالة الرائعة دي. وبتيجي الصورة على كواليس مسرح ايزنهايم ورجالة الشرطة والمفتش أول بيفتشوها وبيدوروا في الكواليس، وايزنهايم ومدير أعماله بيسألوهم انتوا مين وبتعملوا ايه هنا؟ فبيرد مفتش الشرطة وبيعرفه بنفسه وبيقول له اننا بنأمن المسرح لأن النهاردة في ضيف مهم جدا هيجي يتفرج على الشو بتاعك. فبيقول له مين؟ قال له البرنس ولي عهد النمسا شخصيا، سمع عن الشو وقرر انه يجي يشوفه بنفسه. المفتش بيقول له انا اتفرجت على الشو بتاعك وكان رائع، خصوصا التركايه بتاعت الفراشات وشجره البرتقال، وانا اصلا هاوي للسحر وبعرف اعمل شويه حيل على قدي، ويا ريت لو تعلمني حركه ولا اتنين. فهنا رد عليه ايزنهايم ووراله لعبه وخلاه يخبي كوره صغيره في ايده من غير ما ايزنهايم يشوفها. وايزنهايم طبعا عرف هو مخبي الكوره فين في اي ايد، وسأله أول طب أنت عرفت منين إني مخبيها هنا؟ ضحك ايزنهايم وقال له إنك رفعت إيدك لجبهتك وأنت ماسك الكورة، وبالتالي الدم نزل من إيدك وبقى باين جدا إن هي أكثر شحوبا من الإيد التانية. وبيفهمه بالطريقة إن أنا بعمل أعمال خفة يد للتسلية مش سحر مخيف يخوف الناس مني. وبتيجي الصورة على المسرح بالليل وبيوصل فعلا البرنس ولي العهد ومعاه ضيوف، ومن ضمن الضيوف دول كانت الدوقة فون تيشن صديقته القديمة أو صوفي. وبعدين ايزنهايم بيطلب من الحضور إن واحد فيهم يتطوع للخدعة الجاية، وهنا بيتفاجئ بالبرنس وهو بيشاور له ان الدوقة فون تيشن هتتطوع للحيلة الجاية، وفعلا هي بتنزل المسرح. ودي كانت اول مرة ايزنهايم وصوفي يشوفوا بعض من ساعة ما هرب من تهديد عيلتها من 15 سنة، وهو طبعا عرفها وهي كمان عرفته. وبعدين سألها قدام الحضور انت تعرفيني قبل كده؟ وهي قالت له لا. وابتدى الشو ولبسها عباية كبيرة تغطي وشها ووقفت قدام مراية وابتدت صورتها في المراية تتحرك، وكمان ظهر في المراية حد تاني لابس نفس عبايتها ومعاه سيف طير رقبتها، لكن صورتها في المراية وقعت وهي في الحقيقة لا، وهي كانت هتقع من الخضة وهو لحقها. وبعد الشو الرائع ده خرج ايزنهايم من اوضته، لقى البرنس ومساعدينه وضيوفه في انتظاره في ريسبشن المسرح مستنيينه، والبرنس واضح جدا انه معقد وعايز يعرف انت عملت الحيلة دي ازاي. وكان ايزنهايم بيرد بكل لباقة لغاية ما البرنس عزمه على انه يقدم الشو ده في القصر عنده. طبعا ايزنهايم لا يملك حق الرفض اصلا، وهنا قبل ما البرنس يمشي قال له المرة الجاية
شوية هنبقى مركزين قوي مع حركاتك وهنكشفها كلها. وهنا رد ايزنهايم باني هعمل حاجة جديدة ومميزة لليوم ده يا مولاي، ولف لصوفي وقال لها يمكن المرة الجاية اخليكي تختفي خالص، نفس الجملة اللي صوفي طلبتها منه زمان لما الحرس كانوا بيطاردوها. وهنا صوفي اتأكدت انه فاكرها وعارفها زي ما هي فاكراه وعارفاه. وبتيجي الصورة على ايزنهايم ومدير اعماله وهم بيتمشوا بعد الشو، ومدير اعماله بيقول له ان لما لقى البرنس بينزل الدوقة فونتيشن شخصيا كمتطوعة للعرض، انا حسيت ان الفلوس هتنزل على دماغنا زي الرز، وان مفيش واحدة في فيينا هترفض بعد كده انها تتطوع للشو ده. فايزنهايم بيقول له بس انا حسيتها مش مبسوطة معاه. قال له هي لازم تتعود على كده، وخصوصا ان هم هيتجوزوا وهي ما عندهاش حيلة، لانه ببساطة عنيف وغشيم لدرجة ان واحدة من صحباته بعد ما ضربها وعدمها العافية اضطر يرميها من البلكونة عشان يغطي على الاصابات اللي عملها فيها. تيجي الصورة بعد كده على صوفي وهي بتقابل ايزنهايم في الخباثة في عربية كاريتا، سألته انت كنت عارفني لما طلعت المسرح؟ قال لها طبعا. قالت له انا كان نفسي اشوفك قوي، وقد ايه انت محظوظ انك حر ولوحدك. قال لها وانت فعلا هتتجوزي البرنس ده؟ قالت له اهالينا يعرفوا بعض من سنين وفعلا هم بيفكروا في كده، بس انا مش عايزه ده يحصل. قال لها طيب ما احنا اتقابلنا خلسه اهو عشان الناس اللي بتراقبك. قالت له انت ما تعرفش البرنس قد ايه عنيف وعدواني وذكي فيما يتعلق بمصلحته هو وبس. قطعها وقال لها هشوفك في الشو اللي هيتعمل في القصر. قالت له طبعا. وبتيجي الصوره على المفتش اول والمساعد بتاعه بيبلغوا بتقرير ان صوفي قابلت ايزنهايم وركب معاها لمده نص ساعه الكاريتا، وبعدين نزل عند مسرحه. هتعمل معاه ايه؟ قال له انا هتصرف. وبتيجي الصوره على ايزنهايم في الشارع واتنين بيثبتوه بشياكه وبياخدوه لمطعم قاعد بيتغدى فيه المفتش اول، اللي ساله سؤال مباشر انت تعرف الدوقه فونتيشن؟ قال له احنا اصدقاء طفوله من زمان. قال له ياه حته واحده؟ قال له انا ابويا كان نجار وكان بيعمل شغل كتير عندهم في القصر بتاعهم، هو في شكوى متقدمه ضدي ولا حاجه؟ قال له لا طبعا، لو في شكوى ما كنتش هقابلك في مطعم، بس انا عندي نصيحه ليك، ابعد عن الناس دي، انا اعرفهم واعرف كل العابهم وحيلهم. فرد ايزنهايم وقال له انا كمان سامع انك صديق مقرب للبرنس، وانك مرشح لانك تبقى رئيس للشرطه في فيينا، وانك هتبقى العمده كمان. رد اول قال له انا مقرب بس انا مش صديق للبرنس، انا زيك ابن جزار، انا بنصحك تبعد عن الشر وتغني له، انت ما تعرفش البرنس ممكن يعمل ايه. قال له شكرا على النصيحة وسابه ومشي. وبتيجي الصورة على حفلة البرنس في القصر بتاعه، هو بيقدم لضيوفه ايزنهايم انه مش مجرد ساحر، لا ده بيمتلك سوبر باور وبايع روحه للشيطان، او على الاقل ده اللي عايز الناس تصدقه عنه. وابتدى الشو، وقف ايزنهايم يرسم صورة من غير قلم ولا فرشة، ورسم صورة للملك الكبير. وهنا قطعه البرنس وقال له انت راسم الصورة من غير آثار للفرشة، واكيد انت مخبي انابيب الرسم في اكمام السترة بتاعتك. ومد ايده فتشه فعلا. وهنا ابتدت صوفي تقول للبرنس خلي الراجل يقدم الشو بتاعه، ورد عليها البرنس وهو عايز يضحك عليكم، بس انا مش بتخيل عليا الالعاب دي. وهنا ايزنهايم قال له ممكن اشوف السيف الملكي ده؟ قال له اتفضل. ومسكوا ايزنهايم واتفرج على السيف المشغول بالاحجار الكريمه، وبعدين حكى قصه اسطوره سيف الملك ارثر اللي كان راشق في صخره، وان ما حدش قدر يسحب السيف ده غير الملك ارثر شخصيا. وهنا ايزنهايم نده على حد من الضيوف انه يحاول يسحب السيف، وطبقا للاسطوره اللي هيقدر يسحب السيف هيبقى هو الملك. طبعا البرنس باصص له شزرا، وشويه ابن عم الامير طلع برضه وحاول يسحب السيف وفشل. وهنا جه البرنس عشان يسحب السيف وبرضه ما قدرش، وبص لايزنهايم، وايزنهايم هزله راسه كده بانك تقدر تسحب السيف، وسحب السيف فعلا. وايزنهايم بيقول للضيوف ان السيف اتسحب مع اللي يستحقه بس، لكن صوفي كانت واخده بالها ان البرنس المجنون ده مش هيعدي الحركه دي على خير. وفعلا البرنس نهى الحفله على كده، وقال لمفتش الشرطه اوقف الراجل ده. فرد اول قال له هو شخص مشهور قوي يا مولاي. قال له ماليش فيه، اتصرف ووقفه. وفي نفس الوقت صوفي وقفت ثواني مع ايزنهايم وقالت له ايه اللي انت هببته ده مجنون وعدواني. وبتيجي الصوره على ايزنهايم في الكوخ بتاعه اللي بيختفي فيه عن الناس واللي بيحضر فيه حيله الجديده، عشان يسمع صوت حصان ويتفاجئ انها صوفي جايه تحذره انت عرفتي مكاني منين؟ من مدير اعمالك، وجايه ليه؟ احذرك عشان احنا اصدقاء. وبعد خناقه صغننه كده كانوا في حضن بعض، واكتشف انها لسه لابسه القلاده بتاعته، وقعدوا يتكلموا انها لسه محتفظه بالقلاده بتاعته،
واللي فيها صورته إنها كانت بتتخيله بقى لما كبر بقى شكله إيه، وهو بيحكي لها إنه لما مشي سافر عاش في براغ وروسيا وآسيا واتعلم هنا وهناك حيل وتركات كتير، وإنه كان دايما بيفكر إزاي لما يتقابلوا تاني يقدر يبهرها، وإنه نجح في كل أحلامه إلا إنه ما نجحش في إيه إنه ينساها. وهي دمعت وهي بتحكي له إن البرنس مخطط إنه ياخدها الأسبوع الجاي في رحلة للمجر مكان أصول عيلتها عشان يخطبها هناك، وعشان يضمن ولاء عيلتها لما يطيح بأبوه الملك ويستولى على عرش النمسا. وايزنهايم بيقول لها إن ده خطر عليها وإنها مش المفروض تتورط في الحوار ده، تعالي نهرب من الليلة دي، ملناش دعوة بالعركة اللي هتقوم دي. لكنها قالت له إنها مجبرة وإنه شخص عنيف وعدواني وما ينفعش تعارضه، وإنهم حتى لو هربوا هيفضل يطاردهم لغاية ما يقتلهم. وهنا ايزنهايم بص لها وقال لها انت عايزة تكملي معايا؟ وهي ردت وقالت له طبعا بكل تأكيد. وتاني يوم بيروح المسرح بتاعه وبيتفاجئ ان بوستراته اللي على المسرح كلها متقطعة، ولما دخل لقى مدير اعماله منفعل جدا وبيقول له انهم وقفوه عن العرض وقفلوا المسرح. وهنا سأل مدير اعماله احنا معانا فلوس في البنك؟ قال له وكانت هتبقى اكتر لو ما رجعناش التذاكر المباعة وما قفلناش المسرح بسببك. وبتيجي الصورة على ايزنهايم وهو بيسحب فلوسه من البنك وبيخرج يقابل صوفي في الكارته بتاعتها وبيديها شنطة الفلوس وبتبوسه قبل ما يمشي. لكن طبعا مخبرين الشرطة شافوا اللقطة كلها وراحوا بلغوا المفتش أول باللي شافوه كله. تاني يوم راح المفتش أول يراقب ايزنهايم في محطة القطر وسمعه وهو بيتكلم مع حد في خطة هروبه، لكن أول ما سمعش كل حاجة واخد كل المعلومات دي وطار بيها على البرنس وهو واقف بيصطاد، وحكى له واحنا بنراقب الدقة فونتوشن لقيناها بتقابل ايزنهايم وعندهم شكوك في ان هم بيدبروا حاجة سوا. وهنا البرنس قطعه وقال له شكرا روح انت، وهو بيضرب النار بعصبية كده لدرجة ان اول خاف لا يكون المجنون ده ناوي يضربه بالنار ومشي. وبتيجي الصورة بالليل على صوفي وهي رايحة قصر الامير بعد ما بعت طلبها ودخل عليها وهو متعصب وسكران وبيقول لها انت علاقتك ايه بالولد الساحر ده؟ قالت له صديق من ايام الطفولة. قال لها وانت متعودة تعملي علاقات مع كل اصدقاء الطفولة؟ قالت له انت بتقول ايه انت سكران؟ قال لها خدي بالك انك لو نمتي معاه انا مش هينفع اتجوزك. قالت له انت فاهم غلط، انا مش هتجوزك ومش هشاركك الفراش ابدا ومش هكون جزء من مخططاتك ومؤامراتك على العرش. قال لها انت ما تجرؤيش تعرضيني، وبكره الصبح تكوني هنا بدري بشنطك وحاجتك عشان نسافر بودابست بكره ونعلن خطوبتنا هناك. جابته من فوق لتحت وقالت له سلام وسابته ومشيت. هو اتعصب قوي نزل جري وراها على الاسطبل الخيل عشان تاخد حصانها وتمشي، والخادم الخاص بتاعه كان واقف بيتفرج على المنظر من فوق لغايه ما اتفاجئ بصوتها وهي بتترجى يسيبها. فجأة ظهرت راكبة على حصانها وهي مرمية على ظهر الحصان والحصان بتاعها شايلها وماشي خارج القصر. وبتيجي الصورة على ايزنهايم في الكوخ بتاعه ومساعدينه بيحضروا شنطه وحاجته وهو قاعد بيبص على الساعة مستني صوفي. بتيجي تاني يوم الصورة على حصان صوفي وهو راجع القصر لوحده وهي مش عليه، وبتطلع كل الحراسات تدور على الدوقة فونتوشن في الغابات، وكان ايزنهايم بيدور معاهم لغاية لما لقوها غرقانة في النهر ومضروبة بالسيف في رقبتها ضربة مميتة. وصل المفتش أول ومساعدينه لمكان الجثة وكان الطبيب الملكي بيغطي الجثة، وبعد ما أول عين الجثة الطبيب منعه من إنه يفتش زيادة. وطبعا البرنس سافر خلاص بودابست، لكن قبل ما الطبيب يمشي نده على المفتش وقال له احنا لقينا حته الحجر الكريم الصغيره دي في هدوم الجثه. وطبعا ايزنهايم شاف اول ومساعدينه واقفين دخل عليهم وقال له انت طبعا عارف مين اللي قتلها؟ قال له لا ما اعرفش. قال له البرنس بتاعك؟ قال له لا مش حقيقي، البرنس في بودابست. قال له هو قتلها قبل ما يسافر عشان كده انت هتسيبه. رد اول قال له كانت هسيب البرنس عشان مين؟ عشانك انت؟ قال له وهي كمان رفضت تشاركه مؤامراته المجنونه. وهنا المساعد بتاعه اول بيساله مؤامره ايه؟ قال له اسال رئيسك. وهنا اول قال له انت بتقول ايه؟ انا ما اعرفش حاجه. فرد ايزنهايم قال له هو انت فاسد قوي كده؟ قال له لا مش قوي، لو انا فاسد قوي كنت هقبض عليك دلوقتي بتهمه اتهام الامير بالقتل. وطبعا الكلمتين دول سخنوا المفتش قوي، فطلع على القصر يستجوب العاملين وسال السايس انت شفت ايه؟ قال له ما شفتش حاجه، وان حصان الدوقه لما رجع انا فتحت له اول مكان في الاسطبل. ودخل اول يبص على مكان الحصان والمساعد بتاعه بيقول له احنا ملناش سلطات على الممتلكات الملكيه. وهم بيتناقشوا جالهم معلومه ان البرنس قطع رحلته ورجع وداخل على القصر، وهم بيتحركوا اول لمح حاجه بتلمع تحت القش في اسطبل حصان صوفي، لكنه ملحقش يشوف ده ايه وخرجوا جري قبل ما البرنس يوصل ويطين عيشته. وهنا الامير وصل وبيسال اول عن نتيجه التحقيق، وهو بيقول له انه طردها امبارح بالليل وانها مشيت من القصر معيطه. تفتكر انتحرت؟
فرد اول قال له لا دي جريمه قتل واضحه تماما. قال له طيب لقيت المتهم؟ قال له لا لسه يا مولاي، لكننا في طريقنا اننا نعرفه ونجيبه. وبيحكي اول انهم قبضوا على المشتبه فيه وانهم فضلوا مراقبين ايزنهايم، لكنهم عارفين ان النمره دي مش هتاكل معاه. فضل حزين ايزنهايم وقافل على نفسه لفتره، لكن في الاخر اشترى مسرح تاني ورفض مدير اعماله القديم وابتدى يحضر لشو جديد، وجاب مساعدين جداد من الصين، وابتدى الشو الجديد بشكل غامض جدا. وبتيجي الصوره على اول يوم افتتاح للعرض، وطبعا اول كان حاضر العرض، وتفاجئ الجمهور بان ايزنهايم بيحضر روح لشاب من مكان بعيد، وابتدى الجمهور يتفاعل معاه ويساله انت مين؟ طب مت ازاي؟ طب شكل العالم الاخر ايه؟ والروح ردت على شويه اسئله وبعدين اختفت. والجمهور انبهر جدا بالشو، كانوا خارجين مقتنعين جدا باللي شافوه ان دي كانت روح بجد. وطبعا اول ورجالته كانوا بيشوفوا رد فعل الجمهور ويراقبوا تفاعل الجمهور، واول بيقول المساعد بتاعه انهم مصدقين انها حقيقه مش شو مسرحي. وابتدى صيته يعلى قوي ويجذب جمهور اكتر، وابتدوا الناس يطلبوا منه انه يحضر حد قريبهم او كده. وكل يوم اقتناع الناس بقدرات ايزنهايم في التواصل مع العالم الاخر بتزيد بشكل مرعب، وابتدت حتى الدوائر العلميه تتكلم عن قدرات ايزنهايم، وان اللي بيحصل ده مدخل لنوع جديد من العلوم الحديثه اللي ممكن تساعدنا في فهم حقيقه الحياه والموت. كل ده واول بيجمع التقارير وبيراقب اللي بيحصل كله، بيروح للبرنس عشان يقول له تطورات الاحداث. وطبعا البرنس بيقول له اقبض عليه بتهمه الاحتيال. قال له انا مش لاقي طريقه اثبت بيها ده. قال له دي مشكلتك انت، شوف طريقه تقبض بيها عليه. ويتكلم اول مع رجالته وهو بيقول لهم اننا لازم نحط جاسوس بين رجاله ايزنهايم، لكن المساعد بتاعه بيقول له حاولنا كذا مره وما عرفناش، الجماعه الصينيين اللي شغالين معاه دول مش بيقولوا حاجه خالص عنه. وابتدى ايزنهايم يزود العيار ويخلي عفاريته يظهروا في الشارع بعد العروض، وابتدت الناس كلها تنشغل بجد بموضوع ايزنهايم وتواصله مع الارواح، لغايه ما اضطر المفتش اول يقبض عليه من المسرح وياخده يحقق معاه بتهمه الاحتيال. وبرضه ايزنهايم لقح عليه بالكلام انت فعلا هتقبض عليا عشان كده ولا دي تعليمات البرنس القاتل بتاعك؟ ورد عليه اول قال له البرنس ما قتلش حد واحنا قبضنا على المجرم. وهنا داخل المساعد بتاعه بيقول له انت لازم تبص من الشرفه حالا. فبيبص اول من الشرفه لقى جماهير المسرح جايه تساند ايزنهايم وواقفه تحت مقر الشرطه وبتهتف باسمه. وهنا قام ايزنهايم للجمهور من الشرفه وقال لهم اصدقائي المخلصين انا هنا لوجود سوء تفاهم قوي، والمفتش اول صديق قديم وانا كويس ومفيش حاجه، وكل الالعاب اللي بعملها دي العاب للتسليه ومفيش تواصل مع ارواح ولا حاجه، وانا اسف اذا كنت عشمتكم بحاجه، بس دي حيل والعاب سحريه عاديه جدا ومفيش حاجه من العالم الاخر اعرفها. ودخل المكتب تاني على المفتش وقال له كده تهمه الاحتيال بقت بلح، عايزني في حاجه تاني ولا اروح؟ وسابه ومشي. وبتيجي الصوره على اول وهو واقف قدام البرنس وهو بيزعق فيه وبيقول له انا قلت يتقبض عليه باي تهمه، انت فاشل وتصرف زي ما قلت لك والا هعتبرك صديقه، وبتساعده. ومشي اول من عند البرنس وهو متضايق. وبتيجي الصوره على البرنس في الكاريتا وهو متنكر في لبس شخص من العامه وراكب معاه المفتش اول، ورايحين يحضروا الشو بتاع ايزنهايم وبيدخلوا المسرح. والمره دي ايزنهايم بيحضر لهم روح الدوقه فونتشن وبتظهر فعلا، والجمهور عرفها وابتدوا يسالوها انت اتقتلتي ازاي؟ وهي ردت حد قتلني والحد ده موجود هنا. وطبعا دي كانت مفاجاه للبرنس والمفتش اول، لان ما حدش غيرهم يعرف ان البرنس حاضر الشو اصلا. وهنا واحد تاني بيسالها هو البرنس هو اللي قتلك؟ وطبعا هي ما ردتش وصورتها اتهزت واختفت. طبعا البرنس والمفتش ركبوا العربيه والبرنس كان هيتجنن وقال له الممثله ما كانتش شبهها، والجمهور هو اللي قال وانت اللي لازم تتصرف وتقبض عليهم كلهم. وتاني يوم المفتش بيروح لايزنهايم بيقول له انت بتعمل كده ليه؟ انت فاكر ان انت هتقدر توقع العرش؟ قال له انا مش عايز اوقع العرش. طب انت بتعمل كده ليه؟ قال له عشان انا كنت عايز اشوفها. فرد عليه اول وقال له ما تجيبهاش تاني، بلاش تضطرني ان انا اقبض عليك. قال له عموما العرض الجاي هيعجبك اكتر. تيجي الصوره بالليل على اول ومعاه كل شرطه المدينه جاهزين ان هم يدخلوا يقبضوا على كل الناس في المسرح. ومن ناحيه تانية ايزنهايم بعد جاب مدير اعماله السابق واعتذر له وقدم له اوراق ملكيه المسرح والحسابات الملكيه بتاعت ايزنهايم هديه لمدير اعماله. هنا مدير اعماله بيقول له طب ابتدي شغل من دلوقتي؟ قال له لا النهارده انا عايزك بس تستمتع بالشو. وابتدى العرض برضه بانه استدعى روح صوفي وهي قالت انها كانت هتسيبه. فيرد الجمهور يسالها مين، ويرد واحد تاني من الجمهور يقول له اكيد البرنس. تسالها واحده هو اللي قتلك؟ وهي ما بتردش ولا بتقول حاجه. وبعدين قالت ان القلاده بتاعتي انا كنت لابساها بس هي دلوقتي مش معايا. وهنا الجمهور ابتدى يزيط واتحركت الشرطه وابتدت تحجز على الناس، وطلع المفتش اول يعلن القبض على ايزنهايم بتهمه الشعوذه
واتهام الامير وتهديد المجتمع وبلا بلا، وجاي يحط ايده على ايزنهايم لقى طيف ومعرفش يمسكه واختفى من وسط كل الجمهور، والشرطه طبعا بتقبض على المساعد بتاعه وبيقول له الخدعه دي بتتعمل ازاي، وايزنهايم راح فين ما يعرفش. وبتيجي الصوره وهم بيدوروا عليه في بيته والكوخ بتاعه لغايه لما لقى اول اوراق الحيل اللي بيعملها ايزنهايم، ومنها خدعه شجره البرتقال وورقه مرسوم عليها القلاده اللي كان ايزنهايم مديها لصوفي زمان، وعرف من الرسمه ان القلاده دي بتتفك وبتتحول لشكل قلب. وهنا طلع على الاسطبل الملكي ودور في القش لغايه ما لقى القلاده واقعه في وسط القش، وبيبص لقى قطعه مجوهرات صغيره لونها اخضر واقعه جوه القش برضه. وجري دخل اول بيت البرنس وطلب من الخادم بتاعه انه يشوف السيف الملكي. فعلا لقى ان السيف ناقصه قطعتين من المجوهرات، الاولى حمراء اللي لقوها مع جثه صوفي، والثانيه الخضراء اللي لقاها هو شخصيا النهارده في الاسطبل. معنى كده ان السيف ده هو اللي قتل صوفي، واخد السيف وورقه لغز القلاده وبعتهم مع السواق بتاعه لاسم الشرطه، ودخل يقابل البرنس عشان يقول له انه بعت السيف للقسم عشان رجاله المباحث تحدد اذا كانت قطعه المجوهرات اللي ناقصه من السيف هي نفس القطعه اللي لقوها في جثه الدوقه والاسطبل ولا لا، وانا واثق انها متطابقه. فهنا البرنس بيقول له انت كده سرقت ممتلكات ملكيه ودي جريمه. فرد اول قال له هي جريمه بس لا تقارن بجريمه قتل الدوقه. وهنا بيرد البرنس بيقول له حتى لو كده فانت مالكش صلاحيات هنا اصلا. فرد عليه اول قال له صحيح يا مولاي انا ماليش صلاحيات هنا، بس انا كمان بعت مذكره بكل تفاصيل الحادثه للحرس الوطني وهم بقى اللي عندهم الحق ان هم يتحركوا. وعموما انا شرحت كمان في المذكره خطتك للاستيلاء على العرش. وهنا البرنس قال له انت مجنون، انا كنت هخليك عمده فيينا بس انت غبي. وقام سحب مسدسه وهدده وقال له ابعت ترجع الجواب حالا قبل ما يوصل للناس دي قبل ما اقتلك، وعموما انا هقتلك في كل الاحوال. وقبل ما يرد كان صوت الحرس الوطني وصل للقصر. وهنا البرنس قال له البلد بتضيع وتصرفات الملك بتوقع الدنيا، وانت بدل ما تساعدني بتبيعني، انا هقتلك او هقتل نفسي. وهوب قام جاي ضارب نفسه بالنار. ودخل الحرس الوطني لقى جثه البرنس وجنبها اول، وبتيجي الصوره على اول وهو خارج من القصر ومعاه القلاده في جيبه وهو ماشي. ولد صغير جري وراه وخبطه وقال له انت المفتش اول؟ قال له قال له خد المظروف ده واللي بعتهولك مستر ايزنهايم. فتح المظروف لقى اوراق لعبه شجره البرتقال وسال الولد هو فين؟ قال له ما اعرفش. وجري الولد ولما مد ايده يطلع القلاده من جيبه ما لقاهاش، واخد باله ان الراجل خبطه وهو بيتكلم مع الولد واكيد هو اللي نشل منه القلاده. وقعد يبص لغايه ما شاف الراجل ده من بعيد وابتدى يجري وراه لغايه ما وصل لمحطه القطر. وهنا ترجم كل حاجه حصلت، ان قطع المجوهرات دي ما وقعتش في الحادثه، لا دي وقعت لما السيف كان في ايد ايزنهايم في الحفله، وان الامير ما قتلهاش، وانما لما كانت غرقانه في النهر كانت نايمه، وان طبيب العيله هو اللي منع اول من معاينه الجثه بشكل صحيح، وان القلاده اللي وقعت في القش كانت محطوطه بالعمد هي والاحجار الكريمه عشان تخدم على خطه ايزنهايم الجهنميه في ان هم يدعوا موت الدوقه على ايد الامير ويخلي كل الناس تشك في كده، ويبتدي يعزز ده بالادله. وطبعا البرنس المغرور ما كانش عارف يدافع عن نفسه اصلا، وهو دفع ثمن غروره وغبائه. ويضحك المفتش اول قوي لما وصل للخطه دي كلها، ان ايزنهايم وصوفي دبروا الفيلم ده كله عشان يخلصوا من البرنس ويعيشوا مع بعض بعيدا عن كل الناس. وبتيجي الصوره على ايزنهايم وهو رايح الكوخ بعيدا عن الاحداث كلها في دوله تانية. بتظهر صوفيا عايشه وبتلعب مع حصانها وبياخدها في حضنه، وبتنتهي احداث الفيلم على كده. واشوفكم في فيلم جديد.